فاكرين الفطيرة اللي شكلها يجوع دي؟ ما تيجوا نعملها مع بعض وبالمرة احكي لكم حكايتها في الحلقة الخامسة من سلسلة حكاية أكلة. وبجد ما كنتش متخيلة اللي فطيرة التفاح بالجمال ده. عجينتها مقرمشة ومش مسكرة والحشوة بتاعتها طعمها مظبوط جدا. فتعالوا نشوف هنظبطها ازاي مع بعض ويلا نبدأ حكايتنا. زمان أيام العصر الروماني كان عشان يحافظوا على الفاكهة بيعملوا عجينة ويغلفوا بيها الفاكهة، ولما يجوا ياكلوها بياكلوا الفاكهة ويرموا العجينة. ومع مرور السنين حب شيف في أوروبا إنه يستفيد من العجينة دي وطورها ودخلها الزبدة والسكر عشان تبقى صالحة للأكل. وقتها كانت الأفران ظهرت وبدأوا يبتكروا أكلات لذيذة وعملوها بكل أنواع الفاكهة ما عدا التفاح، لأن كان التفاح لسه ما دخلش لأوروبا لحد لما جه وافدين من آسيا الوسطى ومعاهم بذور التفاح، وشافوا إن أمريكا الشمالية تربة خصبة لزراعة التفاح وأنتجوا كميات كبيرة منه، لحد لما جه شيف في أمريكا وقرر إنه يستفاد من المحصول الكبير ده بإنه يعمل فطيرة الفاكهة اللي بتتعمل في إنجلترا وأوروبا بس بالتفاح. وعمل فطيرة التفاح اللي اتشهرت بسبب فيلم سنو وايت. وعارفين بقى الحاجة لما تكون مقرمشة وفي نفس الوقت بتدوب في البق، ولا ريحة التفاح مع القرفة؟ بجد حاجة تانية لازم تجربوه. بس القصة لسه ما خلصتش، لسه في أحداث كتير تانية لما تروح فرنسا، فاعملوا فولو بقى واستنوا الحلقة الجاية.